السلام عليكم، ازيكم اجمل واحلى متابعين في الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل الطبق الكشري العظيم ده. طبعا اكله لذيذه مصريه شعبيه خطيره جدا يا بنات. هنعرف نعملها في منتهى السهوله واللذاذه كمان. بس كلنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما ننساش كلنا بنات نصلي على النبي في الكومنت تحت. يلا كده نشوف المقادير بتاعتنا اللذيذة السهلة البسيطة كمان. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبك قناتنا اضغطوا لايك وسبسكرايب للقناة. تحت الفيديو كومنت حلو منكم ودعم من قلبكم ليا، ويا ريت ما تنسوش اللايك بتاع الفيديو، ولو الفيديو عجبك كمان تشيروا ما بين صحابكم فضلا وليس امرا. يلا نشوف كده الاكلة اللذيذة بتاعتنا. طبعا كلنا عارفين ان الكشري المصري اكلة مصرية اصيلة شعبية في منتهى الجمال. طبق الكشري ده بيتكلف كتير جدا يا بنات بره، وطبعا كمان مش ضامنه الجوده بتاعته ولا الطعام اللي هتعمليها في قلب البيت. طبعا نفسك في الاكل حاجه تانية. يلا كده نشوف مقاديرنا البسيطه السهله كمان، وهياخدش وقت ولا مجهود منك ابدا. يلا كده نشوف المقادير بتاعتنا. لو وصلت هنا لحد هنا من الفيديو ما تنساش اللايك بتاع الفيديو، وكلنا نصلي على النبي في الكومنت تحت عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين العظمه دي يا بنات؟ شايفين الجمال ده؟ ما اخدش مني ولا وقت ولا مجهود يا بنات. هنشوف هنعمله ازاي باسهل طريقه في قلب البيت. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الطريقه والفيديو على طول. عندي هنا العدس بكبه، تمام، وعندي هنا حمص الشام. هنا هنعملهم اول حاجه. بجهز معايا طلبات كده. اول حاجه هنعمل البصل، وبعدين هسلق كمان العدس بكبه في حله في جنب، وهسلق كمان الحمص الشام بتاعنا. يعني هشغل كل العيون البوتاجاز عشان نعمل اسرع واحلى واجمل كشري مصري. عشان تستغلي الوقت يا بنات وتعملي كل حاجه بسرعه. بتعملي كده، بتشغلي ايدك في كل حاجه، بتخلصي وبتخلصي الدنيا بسرعه جدا وبتطلعي كمان. دلوقتي اللي عندي عدس بكبه، وعندي الحمص الشام، وهنا كمان نص كيلو كبده موجوده. هقطعها شرايح معاكم، وبالشكل الجميل ده هنعمل اسرع واجمل كشري مصري في منتهى اللذاذه وفي منتهى السهوله في قلب البيت كمان. يلا كده نشوف هنعمل ايه. انا بوريكم الكبده كده. بعد كده هسيبها خلاص تفك شويه، وبعد كده هقطعها قطع زي ما انت حابه. حابه تقطعيها طرنشات، حابه تعمليها مكعبات، زي ما انت حابه اعمليها. تمام. هنا قطعت، جبت البصله وقطعتها كده جوانح زي ما حضراتكم شايفين. هضيف عليها بنات معلقتين من النشا، ومعلقه كمان من الدقيق، وهبهرها كمان بالسبع بهارات، وهحط عليها رشه من الفلفل الاسمر، وهتبل وهحط كمان رشه من الملح، وهقلبها كويس جدا، وهخليها تتغلف كده بالنشا والتوابل بتاعتنا وكمان الدقيق. بعد كده في زيت غزير هحمر البصل بالشكل ده، وارجع تاني اخد الزيت ده، مش هرميه بنات، هنصفيه وهنعمل منه رز بشعريه زي ما حضراتكم شايفين كده. هعمل الرز بشعريه وهنرجع تاني البصله، شايفين الشكل ده، وهعمل منه كمان الاكلات كلها. انا دلوقتي سلقت حمص الشام بالشكل ده، وبحمر البصله بالشكل ده. وهنا كمان بشويه زيت حطيتهم، وحطيت البصله بالشكل ده بنات، بصلايه متوسطه فرمتها بالشكل ده. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين انا بسلق الحمص الشام، وكمان انا هنا صفيت البصله يا بنات، وبستفاد بالزيت بتاعها. حطيت الزيت هنا للبصله، تمام، عشان وحطيت كمان 3 فصوص توم هنا كده بالشكل ده، وحطيت هنا نص معلقه صغيره من الكمون والسبع بهارات يا بنات. واقلب كده. انا بحب التوابل كده مع الزيت او اي ماده دهنيه تاخد تشويحه بسيطه، وبعدين بنزل عليها بنص فنجان صغير كده من الخل. تمام. دلوقتي هنعمل الصوص او الصلصه او الكاتشب بتاع الكشري. تمام. هنا البصله بحمرها عشان بصلتين كبار فرمتهم كده عشان نعمل الكبه. دلوقتي انا بعمل
الصلصه بتاعه الكشري، وبعمل كمان الكبده زي ما حضراتكم شايفين انا عملتها شرايح بالشكل ده. وكمان في الوقت ده بسلق العدس، وبسلق العدس بجبه، وكمان بعمل الرز بشعريه. شايفين يا بنات؟ يعني كل حاجه كده في نفس الوقت عشان ما تاخديش لا وقت ولا مجهود في المطبخ. شايفين العظمه والجمال ده؟ اديت تشويحه للكبده بالشكل ده. انا ما قلبتهاش الجنب التاني الا لما اخدت صدمه كده على البصلايه، تمام. وبعد كده قلبتها وشوحتها بالشكل ده. كده البصل بتاعنا اتحمر، وعندي هنا خلاص كل حاجه جاهزت. الكبده استوت معانا بالشكل ده، والصلصه جهزت معانا بالشكل ده، والرز بشعريه. شايفين الجمال والعظمه دي؟ كده تعالوا بقى نغرف كده ونعمل احلى طبق كشري مصري لذيذ جدا في منتهى السهوله. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.